هلبية النسكافيه الطبقات إشي بيشهي حلا خفيف لطيف بعد فطور دسم. شوف الطريقة. راح ابدا باربع اكواب حليب، وعلى البارد كمان راح اضيف نص كوب سكر، رشة فانيلا، ومعلقتين نشا. بحركهم كلهم على البارد، وبنقلها على نار متوسطة وبضلني احرك فيها. واهم اشي بضلكم بتحركوا. وهذا القوام اللي بدنا اياه. لطبقة البسكوت راح استعمل معلقتين قهوة، كوب مي سخنة، تحريكة خفيفة. بغطس البسكوت بالقهوة، بصفتها بالصينية، وراح اعمل طبقة تانية من البسكوت فوقه. اذا حدا سألكم ليش، احكي لهم هيك الشيف بده. بعد طبقتين بسكوت راح اضيف نص الخليط، بفرده بالتساوي. برجع بغطس كمان طبقة بسكوت بالقهوة. راح اخذ نص الخليط واخليه على جنب، هلا راح اقول لكم ليش. راح اضيف معلقتين قهوة سريع التحضير وبخلطهم. بعد ما خلطنا القهوة وعملنا طبقة بسكوت تانية، راح اضيف الخليط فوق البسكوت. بتأكد اني افردها على كل الصينية، ومنعيد نفس العملية بالبسكوت والقهوة. وبضيف اخر طبقة فوق البسكوت. بتأكد اني افردها بالصينية كلها. ضروري غطيها بنايل الراب واخليها بالثلج اقل اشي ساعتين. تقريبا بعد 3 ساعات صارت جاهزة. هلا وقت التزيين والتقطيع. راح احط على الوجه كاكاو بودرة. كيف المنظر؟